بسم الله الرحمن الرحيم. دي فراخ انا شاريها فراخ بلدي وابيض، كان في فرختين ناقصين جبناهم نوع تاني هجين تقريبا، وهنعمل مع بعض مكرونة وهنعمل بسبوسة وهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض، وكل الحاجات ان شاء الله هتعجبكم. الحاجات دي كل ست بتعملها، المطبخ والبوتاجاز والشاي والقهوة والحاجات دي يوميا بنعملها. اول حاجة بلم المواعين واروح غسل الكوبايات. صلوا على النبي، واللي محطش لايك يحط. بقولوا لي ايه رأيكم في مطبخي؟ فيه حاجة عايزين نغيرها؟ عادي يعني، مفيش فيه حاجة جديدة، بس فيه ذرة في المطبخ محمد ابني مكسرها وهي عند الراجل بتتعمل. كان دايما بيتعلق في الذرة بتاعة المطبخ وكسرها. كان عنده هواية يتعلق في أي باب، في أي ظرفة، أي حاجة. بانه بيحب المراجيح. المهم قعدت أروق المطبخ كده زي ما انتوا شايفين، ولميت الزبالة وبعتها أنا ومحمد يرموها. وده الشغل يوميا اللي أنا بعمله. أنا ومحمد رايحين يرموا الزبالة، بس مهماش أخدين بالهم إن أنا بصورها. لو واخدين بالهم هيقعدوا يبصولي ويرجعوا تاني ويضحكوا. خليتهمش ياخدوا بالهم. واحدة واحدة المطبخ بيروق زي ما انتوا شايفين كده، بقى حلوة اهو. فيها راجع على الشمال كده كانت هنا عيانة، كنت جايبة لها علاج. هنبتدي نعمل بسبوسة. البسبوسة عبارة عن كوباية سكر و... وكوباية مية، وتحطوهم على النار بنص ليمونة، ده العسل بتاعها. وكيس البسبوسة ده بجيبه جاهز. الكيس ده ب13 جنيه، كان ب8 جنيه قريب. بحطه هو تقريبا في جوز هند خفيف خالص مع البسبوسة. بحط عليه نص كوباية سمنة، والسمنة لازم تكون سايحة. واقلب السمنة كويس، اغلف حبات البسبوسة بالسمنة. ودي معلقتين عسل اسود. معلقتين عسل دول بيفرقوا في الطعم، بيدوا تست حلو قوي للبسبوسة. معلقتين دقيق. معلقتين جوز هند، معلقتين من العاديين. لو المعلقة دي كبيرة، معلقة كبيرة زي دي تحط معلقة واحدة، ومعلقة ومعلقة. ولبن. تظبطي قوام البسبوسة باللبن. وحطيت فانيليا، حبة فانيليا صغيرين. وده بيكنج باودر معلقة صغيرة برضه. وقلبت الخليط كويس. ودي السمنة اللي انا مسيحاها. حطيت شوية بس الجو برد، شوية عملت ازاي في الصينية عشان الجو برد. احنا في شهر 12 بقى. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الابواب. هنعمل حاجات من دي كتير في رمضان. شوفوا الجمال. هقطعها واوريها لكم برضو من تحت. ومن تحت لونها احلى من فوق. شوفوا من تحت. ده تحت وده فوق. كانت جميلة ومفرولة. السكر بتاعها مظبوط بالنسبة لي. لو انت بتحبي سكر اكتر حط كمان نص كوباية سكر مع الخليط. انا بحب اعمل البسبوسة في البيت عشان مش بحبها مسكرة قوي زي بتاعة المحلات. المسكرة قوي دي بتصد بسرعة. تعملي حاجتك في بيتك وتظبطي السكر. والناس اللي عندهم السكر برضو يظبطوا السكر ويعملوا حلويات في البيت. وما يحرموش نفسهم من حاجة لو عملوها في البيت بالسكر اللي هم عايزينه. مفيش مشكلة. وما تاكليش كتير، كله قليل، مش لازم يعني تاكلي كتير. دوقي من كل حاجة. دي مكرونة باللبن. جميلة جميلة برضو.
كانت شبه المهلبية من حلاوتها. كانت جميلة قوي. ونرجع بقى للفراخ، واقول لكم على الفراخ. جبت فراخ بيضة وفراخ بلدي، جبت 20 و20. مات منهم 3. الفراخ البلدي رفيعة قوي وبتموت كده، مش عارفة ليه. الفرخ الرفيع بيبقى بلدي. الفرخ الابيض كبير شوية. عيلة فرحانين بهم وقاعدين يلعبوا بهم. همسة ماسكة الفراخ ازاي بتشد رقبتها، تشوفوها دلوقتي. شوفوا بتوريلكوا الرقبة. بتوريلكوا. مستغربين على الفرخة ابو رقبة ده اللي رقبته مفيش فيها شعر، مفيش فيها ريش. متنسيش تحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.